بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اذكروا الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا صباح الفل عليكم. يوم جديد كده ان شاء الله من عند الفراخ البيضة بتاعتنا. طبعا زي ما بوريكم كده النهارده الجو شتاء عندنا، بقاله كام يوم كده الجو هوا وشتاء، فحاولوا على قد ما تقدروا بقى في اليومين دول تدفوا على الفراخ على قد ما تقدروا. بس قبل ما نخش بقى على تفاصيل الفيديو كده، لو انت اول مره بتشوف القناه عندي اتمنى طبعا تشتركي، ولو انت عندي في القناه انزلي قلب اختك كده حطي لي اللايك وشجعيني علشان ان شاء الله باذن الله نستمر. هنا انا بقول لكم كده انا طلعت على السطح بدات ان انا احط اكل للفراخ البلدي. ان شاء الله باذن الله هاخد ديك منهم النهارده هذبحه. احنا خلاص قفلنا ال3 شهور، في الوقت ده ممكن اذبح منهم زي ما انا عايزه. وطبعا في الوقت ده لو عندك اي بقى خضروات، اي بواقي بيت، ابدأي كده قدمي الوجبة الاولى بتاعت الفراخ البلدي، اي بواقي بيت عندك، وبعد كده بعد العصر ابدأي قدمي الوجبة التانية اللي هي الرئيسية اللي هي لازم يكون فيها شوية. حتى طبعا لو فراخ كبيره معاكي وبتبيض، وده طبعا هيكون احسن بكتير. بصوا هنا انا بدات ادخل في الاوضه، يعني انا قاسمه الاوضه برده كده علشان ما تكونش هوا عليهم. فانت برده لو عندك المكان مفتوح شويه كده ابداي قسمي الاوضه كده زي ما انا مقسماها، عامله زي ستاره. وهبدا كده هحط بقى الاكل بتاعهم اهوت زي ما انتم شايفين. هقول لكم طبعا انا عملت ليهم ايه. طبعا انا امبارح كنت نقلاهم على الارضيات البلاستيك، وزي ما قلت لكم نقلان الفراخ من مكان لمكان بتبدا الفرخ معاكي بيستغرب المكان شوية، وكمان ممكن ياخد معاكي طشمة بسيطة، كل الكلام ده. طيب انا بقى ازاي خليت الفراخ عندي في خلال بس يوم واحد تبقى كويسة كده؟ لان امبارح كان فيهم نفشة كده ما كانتش عجباني خالص. فبدأت على طول ركبت لمبة كمان في المكان. يعني انا كنت حاطة لمبة واحدة بس 100، هوريكم دلوقتي انا حطيت لمبة كمان 100 كمان ليهم علشان اتجنب خالص اي مشكلة. فقلت خلاص على طول ظبطت درجة الحرارة عندهم، وأول ما ظبطت درجات الحرارة وزودت لمبة كمان وبدأت كده عملت الخلطة اللي أنا هقول لكم عليها دي. الخلطة دي خلطة 3 أيام تبدأي تعمليها كده ليهم، علشان هتبصي تلاقي إن شاء الله معاكي الفرخ بقى الكاشش اللي هو مش عايز ياكل، أو إن انتي نقلة الفراخ من مكان لمكان. هتبداي على طول تعملوا لهم الخلطه دي. بصوا انا هنا بقول لكم انا ركبت لمبه، عايزه بس اقول لكم على حاجه، مستوى اللمبه ما تكونش تحت الفرخه خالص. هنا انا بقول لكم دي كده الستاره اللي انا مركباها كده اهو، مستوى اللمبه انا مش عايزاها تكون تحت دماغي الفرخ، لا انا عايزاها تبقى فوق، لان الفراخ كبيره الفراخ مش صغيره، فانا مش عايزه اعمل احتباس حراري في المكان وازود درجات الحراره. هنا برضو بقول لكم كل ما تطلعي كل يوم الصبح، لو انت عندك طبعا الارضيات دي بحته قماشه نظيفه مش مبلوله، تبداي كده تمسحي اي حاجه عشان لو كان واقف عليهم اي حاجه. طيب هنا بقى انا لقيت الدنيا مش نافعه، طبعا مش مكفياهم العلافه دي، فكنت الصراحه نسيت اجيب العلافه التانية، فهنزل دلوقتي هجيبها وهظبط المكان. زي ما قلت لك احنا ما بنحطش الميه والاكل للفراخ البيضه، احنا بنقف معاهم نشوف الوضع عندهم ايه. انا بقعد معاهم، يعني انا بخلص الفيديو ولازم اقعد ابص في كل فرخه كده اشوف الوضع عندي ايه، لان ساعات بيبقى الفرخ بيديكي كده زي انذار ان هو داخل على تعب او في حاجه، فبتبداي تشوفي الوضع ايه. حاجة كمان ببدأ أبص على السبلة عندهم عن طريق الفتحات اللي هي في الأرضيات دي، ببدأ أشوف الوضع إيه. طيب الناس اللي بتربي في أرضيات بلاستيك هقولك على نصيحة تعمليها برضو أساسية، والناس اللي بتربي أرضي برضو هقولك على حاجة أساسية معاكي سواء أرضي أو أرضيات بلاستيك. هنا بصوا أنا جبت العلافة بتاعتي أهي، سندتها على إيه؟ سندتها بطوبتين كده وحطيت لهم. لو أنا ما كنتش عملت كده كان هيبقى عندي في القطيع أو في الفراخ عندي فراخ كبيرة وفراخ صغيرة، فدي برضو لازم ان انت توزعي الاكل كله ياكل كده حواليكي وكله بيكون بيشرب. طبعا انا ما بعطش الفراخ البيضه ولا حاجه، الميه طبعا قدامهم. بدات كده خلاص اتاكدت ان المكان كله تمام وكله هيبقى عارف يقف وياكل، انا كده خلاص اطمنت على الفراخ عندي. فلازم كل خطوه كده بتعمليها تكوني مظبطه الايه الدنيا عند الفراخ عندك. طيب هرجع اتكلم معاكي ايه بقى الحاجه المهمه اللي تعمليها لو انت بتربي ارضي او ارضيات الجير المطفي. طبعا انا مش هنضف تحت الارضيات دي كل يوم زي ما كنت بنضف تحت البطاريه، هيبقى تعب بالنسبه لي، مجهود فظيع. طيب انا هعمل ايه؟ انا على الاقل مش هزيد عن 4 ايام او 3 ايام.
ده برضو على حسب عمر الفراخ معاكي ايه. بمعنى لو الفراخ صغيرة طبعا ممكن انضف كل مثلا ايه اسبوع او 10 ايام بعد ما احط الفراخ. المهم ان انا مش عايزة ريحة امونيا او ان المكان، على حسب برضو انتي العدد اللي انتي جايباه ايه. لان طبعا انا لما اجيب 10 غير لما اجيب 20 غير لما اجيب 30. يعني انا لو جايبة 10 ممكن مثلا ايه في خلال اول اسبوع ابدا انضف بعديها باسبوع، او ممكن كمان 8 ايام 10 ايام على حسب الوضع عندي ايه. انت جايبه طبعا 20 30، فانت طبعا هتضطري ممكن مثلا ايه في العمر الثالث او الرابع تبداي تنضفي على حسب المكان. ده طبعا للناس اللي بتربي ارضيات. طيب انتي بتربي ارضي، طبعا مش هشيل الفرشه تاني يوم وتالت يوم، لا. الفرشه طبعا هتبقى هرش كل يوم شويه رشه كده مثلا تمن، او رشه اللي انتي بقى بتستخدميه، سواء تمن سواء نشاره، شوفي انتي بتستخدمي ايه. في حاجة كمان اللي هي قش الرز، ودي انا منصحش بيها ابدا ابدا. اوعك تفكري تجيبيها وتفرشيها تحت الفراخ الايه البيضة عندك، لان هي ما بتمتصش الرطوبه خالص، يعني كانك مش حاطه حاجه. بصوا هنا انا بقول لكم انا هرش برضو على الارضيات البلاستيك. طيب انت بتربي بقى ارضيات بلاستيك، هتبداي ترشي رشه جير او بودره بلاط. ان شاء الله باذن الله هخليها في فيديو بكره هقول لكم هتعملي ايه بالظبط. طب انا بعمل كده ليه؟ علشان انا مش عايزه السبله دي تطلع على عينين الفرخه عندي تتاذى. انا عايزه برضو اعمل طبقه عازله كده تحتيهم. كل مثلا يومين ابدا ارش الايه الجير هيبدا ان هو ينشف معايا السبله، يخليها ناشفه. تاني حاجه هيمتص معاكي رطوبه لو في رطوبه ولا في مشكله، وكمان مش هيطلع ريحه امونيا عندك في المكان. هنا بقى عملت ايه؟ عملت تاني يوم للخلطة بتاعتنا اللي هي عبارة عن التوم والليمونة. ليمونة كده ببدأ اضربها مع 4 5 فصوص توم، وبلف عليها على طشوري في الجو اللي احنا فيه ده. لازم ترفعي المناعة، سواء فرخ ابيض سواء فرخ بلدي. هنا انا نقلت الكتاكيت بتاعتنا علشان برضو الناس حبايبي اللي متابعين. كانت واحدة حبيبتي بتقولي انتي مثبتة العلافة دي ازاي؟ بصوا حبايب قلبي انا مثبتها بمسامير اهي، تمام؟ يا رب تكون واضحة اهوت. مسمار انا مثبتاه فيها دقه 3 مسامير كده ومثبتاها، لان عندي البطاريه دي خشب فانا مثبتاها بيها بالمسامير. وطبعا ممكن تخلعيها وتبداي ان انت تحطيها على مستوى الطائر اللي عندك. فهي حلوه جدا على فكره. العلافات دي متوفره مش غاليه ولا حاجه. البلاستيك ب15 والصاج دي ب20. وطبعا في منها مقاسات بقى، اللي عندي دي متر عشان انت برضو تبقي عارفه السعر ايه، وكل مكان بيختلف عن المكان اللي قبله. طبعا قبل ما انقل الفراخ بتاعتنا دي انا عملت ايه؟ انا عقمت برضو البطاريه كده، وبدات سبتها يوم كده وظبطت المكان، وبدات على طول برضو رشيت جير مطفي تحت البطاريه. وبرضو قبل ما انقلهم مسحت كده وظبطت الدنيا. انا لازم اظبط الدنيا. الناس اللي بتقولي وانا ينفع ادخل طيور اسيبها مع طيور، بصوا نصيحتي ليكي بلاش. يعني انا بصوا انا كنت حاطه الفراخ الكبيره في نفس الاوضه والفراخ الصغيره، بس انا يعني بعرف اظبط الدنيا قوي. انت لو وكنت مضطره اعمل كده، انت لو اتاح لك ان انت عندك اماكن تانية، لا خلي كل حاجه لوحدها. العمر الصغير لوحده لان بيحتاج درجات حراره معينه، العمر الكبير لوحده لان برضو بيحتاج درجات حراره معينه. فانا كنت عارفه ان انا همسك الفراخ دي هنقلها فوق، فعشان كده قلت مش مشكله ما جاتش على اسبوع. طيب انا اللمط حطيت لمبتين اهو. طبعا انا في البطاريه ما كنتش عامله الكلام ده، كنت حاطه بس في البطاريه كنت حاطه لهم ايه كنت حاطه لهم لمبه 60 علشان زي ما قلت لكم البطاريه عندي محكمه، يعني ما كنتش محتاجة درجات عالية ولا أي حاجة. فبالتالي نقلتهم طبعا ووسعت المكان، فبدأت أحط لمبة كمان. خدوا بالكم بس حبايبي من موضوع اللمبة ديت، الله يكرمكم. هتنقلي ممكن نزود لمبة. يعني أنا لما سبتهم بلمبة واحدة بس 100، الفراخ كانت كلها جنب بعضيها وكانت بردانة وكشت معايا شوية. شوفوا أول ما بدأت زودت لمبة ورفعت اللمبة لفوق خالص وبدأت ظبطت الدنيا، الفراخ اتظبطت معايا مع الخلطة اللي أنا عملتها دي، اللي هي عبارة عن التوم والليمون وكمان 2 جرام زنجبيل أو جنزبيل. وبدأت النهاردة ضفت كمان مكونين 2 اللي هي حبة البركة والكركم. خلطة بسيطة بس الصراحة مفعولها حلو جدا، من أقوى رافع مناعة معاكي ممكن تعمليه لطيورك. وزي ما قلت لكم في الجو اللي احنا فيه ده درجة الحرارة بتختلف، فلازم أكون مدفية طيوري. الجنزبيل برضو زي ما قلت لكم امبارح هو يعتبر أقوى مضاد سموم ممكن تستخدميه، وكمان هيبدأ يدفي معاكي جسم الطائر. حابة تعمليه في المية يشرب، تمام، حلو جدا. تنفسي الناس اللي بتشتكي من البرد، الناس اللي بتشتكي ان الفراخ هتخش على طشمه، الحقي فراخك. جنزبيل مع عصره ليمونه يبدا يشرب منها، حلوه جدا. فكل الخلطات دي حلوه جدا معاكي لرفع المناعه، وكمان بتدفي الطائر عندك وفاتح شهيه. يعني الكلام ده كله حلو قوي للطائر. بس
انا عملت الخلطه وما جابتش نتيجه، ده بقى يعني انت كده في حاجه عندك مش تمام. زي ما قلت لك قبل اي خلطه احنا بنعملها الكتكوت يكون كويس، الفرشه تكون كويسه، درجه الحراره مظبوطه، التهويه مظبوطه، كل حاجه مظبوطه. هتعملي الخلطه الفرخه هيستفاد منها، يعني هو كده كده هيستفاد منها. عملت الخلطه وقصرت في درجه الحراره، يبقى انا كده ما عملتش حاجه، يبقى انا كده كاني ما عملتش حاجه. فعلشان خاطر انتوا شايفين الظروف والوضع والكلام ده كله، حاولوا ان احنا نظبط كل حاجه. بصوا انا بقول لكم الارضيات انا ببدا ابص فيها طبعا، وبشوف وبتابع لون السبله عندهم ايه. فان شاء الله استنوني بقى في فيديو بكره هقول لكم ازاي هعمل الطبقه العازله في الارضيات، علشان ما انضفش طبعا كتير. لان طبعا انا لما هاجي انضف انا هتعب. ليه؟ لاني هنقل الفراخ مثلا على جزء من الارضيات، وابدا ان انا انضف الجزء ده. فان شاء الله لما اجي انضف طبعا هوريكم برضو التنظيف هيكون ازاي. هنا بقى بعد ما الفراخ اكلت وشربت، حبيت برضو اوريكم الجزء ده كده البسيط، ان خلاص ان الفرخ كل فرخ قاعد في حته لوحده، ملوش دعوه بالفرخ اللي جنبه. يبقى انت كده تمام. هنا بقى ذبحت ديك اهوت، وذبحت كمان حمامايه، لان الحمام عندي كان مطلع واحده بس، فطبعا ملهاش لازمه. فدبحتها وهنزل كده هنضفها كده وهظبط الدنيا. عايزه بس قبل ما اسك الفيديو برضو معاكم، لو انت وصلتي بقى معايا لحد هنا في الفيديو حطي لي لايك يا قلب اختك، بالله عليكم ارفعوا لنا اللايكات شويه كده والمشاهدات عشان ان شاء الله اتشجع. تعالوا كده خدكم معايا برضو انا عملت عبال ما فطرت طيوري بقى. كنت عامله شويه بكاكين كده، ما بياخدوش حاجه، وبتبقى حاجه سخنه في البيت خاصه في الجو اللي احنا فيه ده. وانا يومي يعني بيبدا من بعد الفجر على طول، فتشجعي بقى كده. وكنت خلصت، يعني انا دلوقتي بمنتج الفيديو، كنت طبعا خلصت الكلام ده كله. عملت كده شويه بكاكين كمان وخبزتها اهوت. قلت كده تبقى حاجه سخنه في الجو ده. كل حاجه بتبقى حلوه في البيت، هي مقاديرها سهله حبايبي. انا ما بعملش مقادير ولا حاجه، انا بعجن بلبن، سواء لبن رايب او لبن حليب عادي. وبحط برضو بما يعادل كده على كيلو الدقيق، بحط كده مثلا زي نص كوبايه سمنه او كوبايه الا ربع سمنه، ما بكترش السمنه فيها. وببدا اعجن الكلام ده كله طبعا، والخميره وابدا اعجن. بتبقى معايا بتطلع معايا كده زي ما انتم شايفينها كده اهو، حاجه كده خفيفه، حاجه تفتح النفس بقى مع كوبايه شاي كده. فدخلوا الخير في بيوتكم حبايبي، اعملي كل حاجه في بيتك، ما تشتريش حاجه من بره. لو عجبكم الفيديو وحابين ان انا اعمل معاكم فيديوهات من النوعيه دي قولوا لي، وانا هنزل لكم ان شاء الله الطريقه من الاول خالص. بس لو عجبكم الفيديو يعني قولوا لي، وانا ان شاء الله باذن الله هعمل لكم فيديوهات روتينات، اي حاجه بعملها حابه ان انا اصورها معاكم. بس انتوا شجعوني بس، يعني حطوا لي لايك كده وسيبوا لي تعليق حلو. طبعا لو عجبك الفيديو وده طبعا فضلا منك وليس امرا. فهنا كده بقى كنت بوريكم، شايفين اللي هو البكاكين عامله ازاي، حاجه كده تفتح النفس، حاجه كده جميله بقى. ابداي كيسيهم، على فكره انا بحطهم كده في اكياس صغيره، وبحط مثلا كل 5 أو 7 على حسب الاكل بقى انتي بتاكلي ايه. وابداي حطيه في الفريزر وطلعيه وحطيه بس ما فيش ثواني في فرن البوتاجاز كانك لسه خبزاهم دلوقتي. كل حاجة بقت غالية، بس الحاجة دي هتبقى موفرة في بيتك، وطبعا الطعم هيبقى جميل جدا، لان الصراحة انا عجناهم باللبن بس. فحاجة حلوة اهيت. بصوا حبيت برضو افتحها كده واوريها لكم، حاجة خفيفة كده الصبح تبدأي تاكليها بألف هنا. يا رب فيديو النهاردة تكوني استفدتي منه بحاجة بسيطة. لو عجبكم الفيديو وطلعتوا حتى مستفادين بحاجة بسيطة، شجعوني في الفيديوهات دي وحطي لي لايك على الفيديو. هشوفكم ان شاء الله فيديو بكرة بإذن الله. مع السلامة.